أقسم بالله أن الملحدين زودوها كتير. أنا أقصد شوفوا ذا الفيديو. أنت في التاريخ مزبلة، أنت في البشرية وحماق، أنت عند الناس عروس، أنت أبتر. هذا الشخص باختصار عدل على أغنية يا نبي السلام عليك وخليها بتشتم الرسول. المشكلة أنه صاحب دي الأغنية المسيئة للرسول عم يرد أشد وقاحة في الدنيا. عم يشوف وفي ناس كتير بتطالب بمسح الأغاني بتاعتي، أنا ما عنديش مشكلة وموافق أمسحهم كلهم حالا، بس بشرطين. الأول إن كل المحبوسين في مصر بسبب معتقداتهم وأفكارهم يخرجوا من السجون، والتاني إن يتم إلغاء قانون ازدراء الأديان نهائيا. الصحافة اللي بتشهر بيا والناس اللي بتبعت تهديدات، انتوا بتأكدوا إن كلامي صح. لو الكلمة ملهاش قيمة ما كنتوش خفتوا منها كده. أنا عايش في مكان بيحترم حقي في الكلام، وبتمنى بلدي في يوم من الأيام تبقى كده، بلد بتسمع وبتحاور مش بتسجن، ولحد ما الشروط دي تتحقق. كمية الوقاحة والجرأة في هذا الشاب مو طبيعي بالمرة. المهم أن لا تنسوا أنكم تبلغوا عليه وداعا.